الخط الأحمر عند برج العذراء تجاوزه يعني أنك اقتربت من عقل لا ينسى التفاصيل وقلب لا يثق بسهولة. العذراء لا يغضب بسرعة، لكنه لا ينسى بسهولة، ولا يتكلم كثيرا، لكنه يلاحظ كل شيء. أولا، الكذب جريمة فكرية وعاطفية. هو لا يسأل كثيرا، لكنه يعرف متى تكذب، ومن يفقد مصداقيته أمامه يسقط من قلبه بصمت لا رجعة بعده. ثانيا، الفوضى طرد فوري من عالمه. العذراء لا يحتمل التردد ولا يحترم التناقض. من لا يعرف ماذا يريد لا مكان له في نظامه الدقيق. ثالثا، الاستهزاء بملاحظاته أو نقده. قلة وعيه. هو لا ينتقد عبثا بل لأنه يهتم، لكن من يستخف برأيه يخرج من دائرة الاهتمام فورا. العذراء لا يصيح ولا يهدد، لكنه ينسحب متى شعر بأن وجوده يقلل. هدوءه قرار نهائي بإنهاء ما لم يعد يستحق الاستمرار. لقد عرفت حدود العذراء، فهل تجرؤ على اختبار حدود برج آخر؟ اكتب اسمه واختر خصمك بعناية.